تخيل معايا كده، انت قاعد في مكان من كتر الظلام اللي فيه، طلع ايدك كده تبص لها ما انتش عارف تشوفها من كتر الظلام. طيب انت بقى في المكان ده لوحدك ولا في حد سامعك؟ ومهما هتصرخ محدش هينجدك. طيب المكان ده لو العالم كله حاولوا يوصلوا لك فيه مش هيعرفوا يوصلوا لك. ده مش فيلم، ده كان حال نبي من انبياء الله، سيدنا يونس عليه السلام. لما كان في بطن الحوت كان في 3 ظلمات: في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة الليل، وفي ظلمة قاع البحر. 3 ظلمات، 3 ظلمات. لو سرحت معايا فيهم كده ممكن شعرك يبيض من الخوف. طيب قال ايه سيدنا يونس عشان يخرج من الموقف ده؟ قال يا رب انا تعبان؟ لا. قال يا رب انا مش قادر؟ لا. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني يا رب ما فيش غيرك، يا رب أنت منزه عن كل نقص وأنا اللي غلطت. عارف ربنا قال إيه بعد الدعاء ده؟ فاستجبنا له فنجيناه من الغم. مش بس كده، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني مش بس سيدنا يونس لوحده، أي مؤمن هيقول الدعاء ده ربنا عز وجل هينجيه من الغم. فلو حاسس ان انت مخنوق، حاسس ان انت متضايق، حاسس ان هموم الدنيا كلها فوق ظهرك، قول الدعاء ده والله ما هتخسر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب عايز تعرف ان الدعاء ده كنز؟ اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون في بطن الحوت إذ نادى ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها عبد قط إلا استجاب الله له. يعني بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام إنه مفيش حد هيدعي الدعاء ده إلا وربنا هيستجيب له. فدعاء بسيط جدا ممكن تقوله في 3 ثواني وانت متيقن بيه، ربنا عز وجل يستجيب لك ويفرج الهم عنك. بلاش تستخسره في حالك. والله يا رب يفرج همك وهمي وهم كل العباد المسلمين يا رب. لو فكرة السلسلة عجبتك استأذنك تشترك في القناة، تشارك الفيديو ده مع حد من اللي انت بتحبهم، لعل وعسى انه يتعلم يدعي ويكون لك نصيب من الأجر والثواب. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. شوفك بإذن الله في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.